السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتكلم مع حضراتكم الحلقة دي إن شاء الله عن الميكروويف والفرن. والفرن بيبقى طبعا زي فرن البوتاجاز بالظبط، بس بيفرق إنه ده كهرباء، والميكروويف طبعا بيبقى إشعاع حراري. ده الفرق بين الميكروويف وبين الفرن. المقاسات ديت في حاجات كتير قوي من الافران ومن المقاسات وماركات مختلفة وموديلات مختلفة. حاجات بشواية، حاجات من غير شواية. حاجات مثلا بتبتدي من سعة 9 لتر لغاية 65 لتر بالنسبة للفرن. وبالنسبة للميكرويف برضو حاجات مقاسات بتبتدي مثلا من 20 لتر لغاية 42 لتر. مقاسات مختلفة وموديلات مختلفة وماركات مختلفة. الاسمر والستانلس والسيلفر، واللي بيبقى من جوه ستانلس، واللي بيبقى من الظهر بتاعه خارجي ستانلس او من داخل سيراميك، على حسب الخامه اللي انا بدور عليها وبجيبها، وعلى حسب المنتج وعلى حسب الماركه اللي بلاقيها قدامي. طبعا الفرق بين الميكرويف والفرن بالنسبه للتسويه، الفرن بيسوي الحاجه من جوه لبره. يعني الحاجة تمسكها من جوه تلاقيها مستوية، بس من بره تلاقي جسمها ناشف يعني. انما بالنسبة للميكرويف بيبقى من بره لجوه، لأنه طبعا بيبقى إشعاع. فطبعا نسبة تسوية الفرن أقوى من الميكرويف. لو جينا هنا مثلا شفنا حاجة زي ده كده هنا مثلا، ادي اهو. ده عبارة عن فرن ميكرويف ده السعة اللترية بتاعته بتبقى 25 لتر. وطبعا هنا لما باجي اتكلم اقول صينيه او السعه اللتريه بتاعته او الحجم بتاعه بياخد قد ايه، يعني بياخد مثلا صينيه بحجم الطبق بتاعه ده، مقاسها مثلا 25 سنتي. ده تقدر تحط صينيه في جوه الميكرويف ده بالمقاس ده. في منه بيبقى اللون كده، وفي بيبقى لون كده بشاشه ديجيتال. وطبعا على فكرة الحاجات دي عليها عروض من توشيبا، بيبقى عليها ممكن تقسيط 18 شهر بدون فايدة، زيرو انترست اهي. تمام. في حاجات تانية شكل تاني زي ده كده ديجيتال. تمام. ده بيبقى تاتش. ايه طبعا تسوية وتسخين، بيتزا، مكرونة، فراخ، اي حاجة بيبقى تسخين، وبيبقى الزرار بتاعه بيبقى تاتش زي كده. بفتح من جوه، وده بيبقى جوه شبكة شواية. طبعا الهيتر بتاع الشواية بيبقى فوق هنا، فوق اهو. ده الهيتر بتاع الشواية ده. تمام. ودي الشبكة، ويبقى الطبق بتاع الفرن موجود هنا كده. وده السعة اللترية بتاعته بتبقى 34 لتر، يعني ياخد صينية 34 سنتي. تمام. في حاجة تاني زي ده كده، الشكل ده كده اهو. ده 25 لتر. تمام اهو. ده برضو فيه شواية من جوه، يعني ممكن اقدر اشوي فراخ، اقدر اشوي سمك زي ما انا عايز اشوي. في حجم تاني حاجة زي كده اقل، ده حجم اقل، ده 25 لتر، وده بيبقى برضو بشواية. تمام. في حجم تاني اكبر زي كده، ده لونه اسود، بكرة وشاشة تبين لي درجة الحرارة، واقدر اظبط منها زي ما انا عايز. ممكن يبقى فيه تحمير عيش، ممكن زي ما انا عايز اسخن، عايز اسوي، اطبخ، اعمل بيتزات زي ما انا عايز. في حاجة تانية زي كده بتبقى تاتش. ده من غير شواية، وده 25 لتر. في حاجة تانية زي ده كده برضو، ده الوش بتاعه ستانلس كله، ده 42 لتر. ده اكبر. ادي الفرن من جوه واسع جدا اهو، ياخد 42 سنتي الطبق بتاعه، طبق الدوار. ده بيلف طبعا. ده بالنسبة للميكرويف. تمام. هوري لحضراتكم برضو بالنسبة للفرن. فرن ده اقل حاجة 9 لتر. ادي اهو، حجمه صغير جدا، يعني ياخد صينية صغيرة او فرد عايش لوحده مثلا. يبقى تسخين، تسوية زي ما انا عايز، درجات حرارة زي الفرن بالظبط.
فرن البوتاجاز. ده حاجة تانية مقاس أكبر شوية. ده أدي شغل شواية وفرن مع بعض، تايمر، مروحة. تمام. أيوه. في صينية من جوه، في سيخ شواية دوار، في حجم تاني زي ده كده أكبر شوية أهو. ده الزرار بتاعته برضه، تايمر للتسخين للوقت اللي أنا عايزه، زي ما أنا عايز أحدد وربع ساعة، نص ساعة، تلت ساعة، زي ما أنا عايز. ده برضه فرن. كل الحاجات دي أفران زي ما أنا قلت لحضراتكم كده. وده برضه فرن. ده حجم أكبر، ده 65 لتر زي ما قلت لحضراتكم إن في مقاس أكبر، مقاس في الأفران أهو. الفرن بتاعته كبيرة جدا، حلوة واسعة، سيخ شواية. تمام أهو. أدي الفرن من جوه أهي، واسعة كبيرة أهي. ده 65 لتر، أكبر مقاس في الفرن. دي مجموعة الأفران والميكرويف أهو. حاجة تانية زي دي كده، حجم وسط، دول كده زي بعض. وفي ده برضو مقاس كبير برضو، 48 لتر، غير التاني كان أكبر شوية. ده فيه اير فراير من جوه أهو، زي قلاية هوائية، فيها هيتر طبعا الشواية من فوق أهو. ده الهيتر بتاع الشواية. قلاية ممكن أقدر أحمر بطاطس، أحمر برنجان من جوه بدون زيت، اير فراير. تمام. ادي المفاتيح بتاعته، درجة الحرارة. تمام. دي كده المجموعة بتاعت الأفران والميكرويف. أتمنى أن يكون ساعدتكم إنكم تقدروا تشوفوا كل حاجة قدامكم. وكده يبقى هنشوف إن شاء الله المرة الجاية حاجة تانية تكون حجم مقاسات كبيرة أو مقاسات مختلفة من ماركات تانية. وكده يبقى انتهينا من الحلقة بتاعتنا.